انا متاكد 100% هاد النصائح اللي غادي نعطيهم لك دابا الا طبقتيهم غادي تلقى نتائج كبيره وغادي توفر وقت اكثر للمراجعه. انا اسلام وغادي نعاونك باش تحفظ في وقت اقل وتوفر وقت اكثر. فقبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو وتبارطاجيو هذا الفيديو. فاول نصيحه غادي نعطيها لكم دابا وهي خاص تركز في داكشي اللي غادي تحفظه، يعني ما خاص يكون عندك شي مشتتات او صداع او شي ضجيج. فمثلا انت باغي طابي شي فيديو في يوتيوب باش تحفظ شي درس كيف ما كان مثلا في الاجتماعيات او في الرياضيات، مثلا انك خاصك دير ديك الميزه انه باش ما يبقاوش يطلعوا لك الاشعارات او النوتيفيكاسيون. فبمجرد انك تشوف شي نوتيفيكاسيون او شي ميساج من عند صاحبك او من عند صاحبتك فراه غادي تشتت لك التركيز كامل وغادي تقدر تنسى واحد النسبه من داكشي اللي كنتي كتحفظه او من داكشي اللي كتفهمه. يعني قبل ما تبدا تراجع او تحفظ حاول انك تركز وتبعد على الصداع او الضجيج. النصيحه الثانيه وهي حاول انك ما تحفظش في البلاصه اللي كتنعس فيها او ديك البلاصه اللي كترتاح فيها. مثلا انك كتنعس في شي بلاصه مثلا ناموسيه او شي سداري او شي بلاصه كيف ما كانت، يعني منطقه الراحه، حاول انك تبعد عليه. حاول انك تحفظ في شي طابله او في شي بيرو او في اي بلاصه كيف ما كانت. هاد الشي غادي يعاونك بزاف. تقد تبان لك ان هاد النصيحه غير مجرد كلام، ولكن هاد النصيحه راها كتاثر في العقل نتاعك. فوا انه العقل نتاعك انا كيشوف او كيحس بديك البلاصه اللي كيرتاح فيها فراه اوتوماتيكمون ما غاديش يبغي يخدم وغادي يبغي يحفزك باش ترتاح. حاول تبعد على هاد البلايص نتاع الراحه، راه غادي تحس بالكسل وغادي تبقى دائما اللور. النصيحه رقم 3 وهي قبل ما تحفظ شي درس او لا شي مقوله او شي حاجه حاول انك تفهم شنو كيعني داكشي. يعني مثلا قبل ما تفهم شي درس في الاجتماعيات او في الفيزيك او في اي ماده كيف ما بغيتي، حاول انك تفهم شي استاذ او من عند شي صاحبك او من عند شي صاحبتك او خوك، مهم اي واحد. او احسن طريقه وهي فيديو في يوتيوب. حاول انك تتبع مع الاستاذ اللي كيعجبك من يوتيوب. فعارفين انه التليفونات هما اللي كيعجبونا او هذا الشيء نتاع التكنولوجيا كيعجبنا، فحاول انك تستغل هاد التكنولوجيا معك وماشي ضدك. كثر في العام تاع البكالوريا او في العوام اللي فيهم الامتحانات. يعني قبل ما تحفظ شي حاجه او تراجع حاول انك تفهمها. راك لما فهمتيهاش راك عمرك تحلم انك تحفظها او انك تراجعها او انك تلقى شي نتائج فيها. حاول انك تفهم عند شي استاذ او عند اي شخص كتبغي او بالطريقه اللي كتبغي. حاول انك تفهمها وهذا الشيء غادي يبسط لك داك الشيء اللي غادي تبغي تحفظه او تراجع. والنصيحه رقم 4 هي خاصك تجنب النسيان. كيفاش خاصك تجنب النسيان؟ في النصيحه اللي قبل اللي قلت لكم عليها هي حاولوا انكم تفهموا الدرس او ديك الفقره اللي خاصكم تفهموها، ولكن هنا فهذه خاصكم تركزوا عليها 100%. يعني خاصكم تحطوا الجهد ديالكم كامل في الفهامه وماشي في الحفاظه. الفهامه هي الاسس ديال الحفاظه. لما فهمتي شي درس او شي قاعده او شي تمرين او اي حاجه كيف ما كانت حتى في الحياه ديالك فراه عمرك تحلم انك تحفظ ديك الحاجه او تبقى في عقلك لاصقه. ضروري انا ما غادي تفوت شي مده شي ساعه او شي 3 ايام وغادي تنساها، حيت داكشي اللي دخلتيه لعقلك ما دخلتيش بشي طريقه اللي زوينه لعقلك او اللي زوينه انت لك بالنسبه لك ندخلها بالسيف حيت باقي الوقت قليل او شي حاجه. فحاول انك تحفظها او تفهمها بشي طريقه اللي زوينه من شي استاذ او من شي شخص اللي كتبغيه او شي شخص اللي كتعجبك الطريقه نتاع الكلام نتاعو. او انت ديك الطريقه مثلا كانك تكتب بشي الوان مبدله او بشي شكل او بشي ستيلو او بشي دفتر اللي يعجبك او في الطبيعه او في اي بلاصه كيف ما كانت. يعني شوف داكشي اللي كيعجبك وحاول تفهمه بديك الطريقه اللي كتفهم بها نتايا. هذا الشيء غادي يعاونك الحفاظه بزاف. كثر الناس اللي عندهم الحفاظه مثل بحال الادبيين وعلوم الانسانيه وحتى العلميين في الفلسفه ولا في المواد الاخرى. المهم هاد الطريقه هي الاساس نتاع ضرب نصائح اللي عطيتهم لكم دابا. حاولوا انكم تفهموا قبل ما تحفظوا. الفهامه هي الحفاظ. لا ما فهمتيش عمرك تحلم انك تحفظ، وحتى لا حفظتي راك غادي تنساها من بعد واحد المده. قبل ما نكملوا الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو، وخا هاد المعلومات اللي بساطه ولكن عندهم نتائج كبيره وبزاف.